يعني ايه جمل الوصل؟ جمل الوصل دي هي جمل بيتكرر فيها فاعل او مفعول الجملة الاولى، وبيتم حذف الاسم او الضمير المتكرر في الجملة التانية، وبنربط الجملتين بضمير وصل، وغالبا بيكون بعد الاسم الموصول. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عندي مثلا لما اجي اقول مثلا this is a kind man he lives next door، الجملة التانية في ضمير اتكرر فيها على اسم موجود في الجملة الاولى، الضمير هي في الجملة التانية اتكرر على الاسم الرجل اللي هي مان في الجملة الاولى. وانا طبعا بدل ما افصل الجملتين من بعض واقول ده راجل طيب هو ساكن جنبنا، اشيل الضمير هي واربط مكانه الجملتين بضمير وصل واحولهم لجمله واحده، تبقى هتقول this is the kind man who lives next door. ولو قلنا مثال تاني مثلا the teacher is good he teaches us English، المدرس جيد هو بيدرس لنا لغه انجليزيه. طبعا الجملتين وانا بقولهم منفصلين عن بعض لازم اعمل بينهم وقف كده عشان اللي بيسمعني يفهم ان دي جمله ودي جمله. طيب انا في ضمير عندي اتكرر في الجمله الثانيه اللي هو هي، واتكرر على المدرس ذا تيتشر اللي هي هنا فاعل في الجمله الاولى هنا. بدل ما اخليهم جملتين منفصلين اربطهم مع بعض واوصلهم بضمير وصل واقول the teacher that teaches us English is good، المدرس اللي بيدرس لنا انجليزي شاطر. وخلي بالك في الجمله الاولى حطينا قبل ضمير الوصل هو حطينا كوما، وفي الجمله الثانيه قبل ذات ما حطيناش كوما لان الضمير في الجمله الاولى غير معرف، في الجمله الثانيه معرف. يعني ايه معرف؟ معرف يعني لما قلت this is a kind man شاورت على الراجل قلت ده راجل طيب، انت كده عرفت الراجل خلاص مش محتاج حاجه ثانيه. انما الجمله الثانيه قلت the teacher is good المدرس جيد، فانت طبعا هتقول لي مدرس مين ده؟ انت ما عرفتهوش، فانا لازم اعرفه بجمله ثانيه قلت اللي بيدرس لنا لغه انجليزيه. وهنشرح المعلومه دي بالتفصيل ان شاء الله دلوقتي لما نشرح ضمائر الوصل. الجمله الثالثه بتقول this is a good teacher we all admire him، هنا بتقول this is a good teacher ده مدرس جيد احنا كلنا بنقدره وبنحبه وبنحترمه. طبعا اللي اتكرر هناك في الجمله الثانيه الضمير هم متعايد على المدرس اللي هو في الجمله الاولى، يبقى اللي اتكرر هناك ضمير جه في محل المفعول وتكرر على المدرس سواء كان فاعل او مفعول مش هتفرق، المهم ان انا في حاجه اتكررت في الجمله الثانيه، بدل ما اخلي الجملتين منفصلين عن بعض اقول اوصلهم واخليهم جمله واحده واشيل الضمير هم. وخلي بالك ان انت لازم تشيل الضمير اللي اتكرر او الاسم اللي اتكرر. يعني اقول this is the good teacher whom we all admire او who we all admire، يعني ممكن اربط هنا في الحاله دي بهو او whom. الجملة الثالثة بتقول this is a good story، دي قصة جيدة. it was written by Dickens، تم كتابتها بواسطة تشارلز ديكنز. دول جملتين منفصلين، واللي اتكرر في الجملة الثانية الضمير اتعايد على الستوري القصة، فأنا بدل ما أخلي الجملتين منفصلين وأفصل بينهم أربطهم مع بعض وأقول this is the good story which was written by Dickens، هذه هي القصة الجيدة التي كتبت بواسطة تشارلز ديكنز. يبقى انا وصلت الجملتين وخليتهم في نفس واحد بدل ما افصل كل جمله عن الثانيه وشلت الاسم او الضمير المتكرر في الجمله الثانيه. الجمله الثالثه بتقول the hospital is very good my dad works there، المستشفى دي جيده بابا شغال فيها. فانا طبعا هنا اللي اتكرر في الجمله الثانيه الظرف there اتكرر على المستشفى اللي هي في الجمله الاولى، فانا بدل ما اخلي دي جمله ودي جمله اربطهم واوصلهم مع بعض اقول the hospital where my dad works is very good، المستشفى اللي بابا شغال فيها جيده جدا. انا كده وصلت الجملتين بضمير الوصل where. الجمله اللي بعدها بيقول لي this is a kind man his son lives next door. يا مستر ما الجمله دي احنا لسه واخدينها هي اول جمله لما قلنا ده راجل طيب وساكن جنبنا. لا خلي بالك في الجمله الاولى انا قلت الراجل هو اللي ساكن جنبنا، اللي اتكرر في الجمله الاولى هي ضمير هي عايد على الراجل، انما اللي اتكرر في الجمله اللي عندنا دلوقتي دي بيقول this is a kind man his son lives next door، ابنه هو اللي ساكن جنبنا. اللي عاد على الراجل اللي في الجمله الاولى عاد عليه في الجمله الثانيه صفه الملكيه his، بحذف his واحط مكانها whose وبقول this is the kind man whose son lives next door، ده الراجل الطيب اللي ابنه ساكن جنبنا. الراجل هنا مش ساكن جنبنا، ده ابنه هو اللي ساكن جنبنا، يبقى انا بحذف his واحط مكانها whose اوصل بالضمير الملكيه whose. الجمله اللي بعدها بتقول رمضان is blessed we fast on رمضان، رمضان شهر مبارك نحن نصوم في شهر رمضان. طبعا بدل ما اكرر كلمه رمضان في الجمله الاولى والجمله الثانيه
بعيدها تاني، لا اشيلها خالص واربط بضمير وصل. طبعا رمضان ده زمان، فبقول رمضان when we fast is blessed، يعني شهر رمضان الذي نصومه شهر مبارك. ده كده معنى ترجمة او معنى يعني ايه جمل وصل. جمل الوصل بحذف اللي اتكرر في الجملة التانية واوصل الجملتين بضمير وصل. لو خدت بالك في الجملة الأولى احنا وصلنا الجملتين بالضمير هو، والجملة الثانية وصلناها بذات، والجملة الثالثة وصلنا بهوم، والجملة الرابعة وصلنا بويتش، والجملة الخامسة وصلنا بوير، والجملة السادسة وصلنا بهوز، والجملة السابعة وصلنا بوين. إذا هي دي ضمائر الوصل اللي بتوصل الجمل في اللغة الإنجليزية. هو للعاقل، هو وهوم وذات للعاقل، ويتش وذات لغير العاقل، وير وويتش للمكان، وهوز للملكية، ووين للزمان.